اللهم إني فوضت أمري إليك، ربي اختر لي ولا تخيرني، يا رب اكتب لي الخير أينما كان وارضني به، واشرح لي صدري ويسر لي أموري. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى فيديو جديد وروتين كده قمر هتتشجعي منه، وان شاء الله تاخدي منه طاقة وباور، وان شاء الله تخلصي كمان الريسبشن زي كده. بصي بقى، تنظيفات كده يعني عايزه اقولك بسيطة جدا، بس بتفرق طبعا في النفسية وبتفرق في نظافة البيت. بس لو انتي اول مرة بتشوفيني فانا اختي كبيرة، ويسعدني ويشرفني وجودك معايا في القناة. اول لما نبدأ الفيديو نقول بسم الله، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. هنا كنت بقول لكم انا هشيل الستاير، وجبت كل الانتريه الناحيه دي. هتقولي لي ليه يا بيرو؟ هقولك عشان عايزه انضف تنظيفه كويسه محترمه. هشيل طبعا الستاير، اغسلها غسله محترمه كمان، وهنفض كل الحيطه هزعفها. بس هفك الستاير الاول. طبعا الناس اللي معايا دايما في القناه هيقولوا لي يا بيرو اول مره نشوف الريسبشن بتاعك فاضي كده. هقول لكم انا اصلا حاولت ان انا افضيه خالص من اي حاجات فيه بقى. البوف بتاعه التليفون والنت والحاجات دي كلها هشيلها معاكم اهو. وكمان شلت الانتريه بمساعدة جوزي، ربنا يديه الصحة والعافية، فقلت له تعالى شيل معايا عشان خاطر بس ايه اعرف ان انا انضف الحيطة كويس، وازعف الدنيا كده كويس، وكمان اغسلها كده غسلة معتبرة كده السيراميك. عايزة اديله كده رغوة وكده، وبصوا رغاوي كده وحاجة كده تفتح النفس. انا بحب ان انا اشتغل يبقى نفسي مفتوحة عن الشغل، حاجة اكون مبسوطة بيها، مش اكون شغالة كده كآبة كده وتراب وعفرة وتمسيح بلاط وتمسيح سيراميك وحيطة عايزة اقول لكم من غير نفس. لا، بحب ان انا يبقى عندي نفس كده، وبفتح كده حاجة على الشاشة على التلفزيون يعني وكده، حاجة انا بحب اسمعها، زي دروس دينية، قرآن الكريم. بجد بجد بستفاد جدا جدا. وطبعا وانا شغالة بفضل اذكر ربنا كتير، استغفر الله واستغفر، اذكر ربنا واستغفر كتير. وكمان بصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وكمان إن شاء الله، يعني إن شاء الله ألتزم بالصلاة الإبراهيمية، ان انا على طول عايزه اصلي الصلاه الابراهيميه يا بنات، عشان خاطر بيقولوا فيها بصوا خير كتير، خير خير اللهم بارك كتير جدا. بيجيلك الرزق ويجيلك راحة البال والضيق الصدر كده، بيجيلك فك كل ضيق وكل حاجة من صلاة الإبراهيمية اللي هي الكاملة يا بنات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بس بصراحة هي نصين وأنا عايزة أحفظها كويس، وفي نفس الوقت عشان بتلخبط منها، ما اكدبش عليكم، وان شاء الله كده هحفظها كويس والتزم بيها، اجيب كده سكتش كده صغير والتزم بيها ان شاء الله. كمان بالاستغفار، لو انت زي كده اهوت بتحبي ان انت تمسكي السبحة وتستغفري، تمام جدا. فانا همسك السبحة واستغفر كتير برضو في اليوم، واقسم بقى ايه الصلاة الابراهيمية على الصلاة النبي وكمان الاستغفار، فانا كده يبقى ما شاء الله اللهم بارك، عملت حاجات كتيرة كده في يومي وانا شغالة. فبجد كده مش هتعب، وربنا هيحفظني وهخلص على طول وببركة كمان. يلا كده سموا بالله كده معايا وقولوا معايا الدعاء برضو الجميل ده، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. هتعملي اول حاجة ايه يا بيرو؟ هزعف كويس الحيطة من التراب، وبصوا بقى بيبقى فيه كده تراب كده بسيط كده على الحيطة، بين بقى عارفين اللي هو اللي بيبقى الحاجة الرفيعة اللي بتبقى في الحيطة دي يا بنات، اللي هي بتبقى ماسكة كده السيف كده من الجنب، كلها بتبقى مليانة تراب. فحاولي لو انتي بتفتحي الشباك وتهوي الشقة، فأكيد أكيد هيخشلك تراب كتير. فأول حاجة تزعفي الحيطة كويس، وبعد كده هتقومي ايه ظبطة الأرض بقى. الموب دي أقول لكم بسم الله ما شاء الله اختراع، يعني خفيفة جدا وسهلة. أنا الأول كنت بعمل بالموب، بس الموب أنا جايباها ايه زي يدوي، كنت افك الفوطة واغير مية بصابون واغير مية بشطف، وكان حوار عايزة اقولك حوار يعني. دلوقتي اللهم بارك عملت الحيطة في ثواني.
حتى والله انا قلت لزوجي، يعني انا حسيت ان الحيطه بتاعتنا قليله، بس انا بصراحه لما افتكرت قلت لا، ده هي السرعه بتاعت الموب اللهم بارك. على طول اقوم مدخلها على طول في ميه بصابون، وبعد كده اشطفها واعمل. فما شاء الله، وبيجي كمان معايا بنات فوطين. بجد حلوه جدا للحيطه، اكتر من الارض. عايزه اقولك في الحيطه جميله سهله. لقيت كده نضفت كده بسرعه طبعا، وطلع تراب بقى محترمة. هنا بقى هحط بقى شوية لهلوبة او خلطة من اللي انا عاملاها يا بنات. هقولك على الخلطة. هتجيبي معلقتين ملح ليمون، وهتجيبي معلقتين آم، زهرة بيضة. يبقى كده معلقتين ملح ليمون ومعلقتين زهرة بيضة. وهتحطي كمان نص كوباية صابون، وكوباية اريال اللي هي اوكسي بودرة وهتحطي صابون سائل اللي هو نص كوباية زي ما قلتلك. وهتحطي اتنين آم، لو انتي عاوزاهم بقى للتصبين بتوع السيراميك وكده، حطي 2 بطاطس، 2 معلقة بطاطس. تمام. لو عايزاه بقى للأرض والسجاد زي انا ما بعمل، مش هتحطيه، هتحطي كلوروكس ألوان. يبقى كلوروكس ألوان وصابون سائل و... وأوكسي باودر. تمام. و2 معلقة ملح ليمون، و2 معلقة زهرة بيضة. هتنور معاكي الشقة وتخليها زي الفل. يلا بقى حطيلي لايك كده حلو من ايدك الحلوة لو انتي وصلتي معايا لحد هنا، وعايزة كومنتات كده حلوة وتوصلوني كده ل100 ألف مشترك يا رب ان شاء الله. ويا ريت لو بصوا، انا من النوع اللي بحب اصبر، ان الله مع الصابرين. لو 10 تلاف الاول يعني مفيش مشكلة ان شاء الله يا رب. بتمنى وناس تبقى كده عسل كده وتدعيلي من قلبها. وانا ما اقدرش ان انا بص اعمل حاجه من غيركم، لازم ان انا اشجعكم. حتى لو الحاجات دي بسيطه بالنسبه لي، بس طبعا لناس تانية بيبقى عندهم مسؤوليات، لا هتبقى صعبه بالنسبه لهم. فحاولي ان انتي تنجزي كده وتلاقي نفسك ان انتي رايقه وهاديه، واعملي الخطوات دي. شوفي بقى اولادك بيناموا امتى، واعملي الدربكه دي، والله هتخلصيها بسرعه. وهم نايمين كده هتخلصيها، وان شاء الله تخلصي وتلاقي بيتك كده منور. وبعد كده ريحي شويه معاهم بقى، ارجعي نامي معاهم تاني. بس كده. هنا بقى خلاص بصوا، بدأت ان انا اشيل الرغوة الكتيرة دي يا بنات. هشيلها بالايه، بالفوطة اللي عندي، مخصصاها كده ان انا بنشف بيها شوية الرغوة بقى والصابون والكلام ده كله. وبعد كده بجيب الموب الم بقى ايه، المع بيها. جميلة جدا يا بنات. حطيت في المية شوية ديتول بالليمون، عسل، شوية ريحة بقى. حطي دوني، دوني جميل جدا لو جبتيه اصلي، اللي هو بتاع فريدة، او برضو معطر فريدة. شوفي الحاجة اللي انتي بترتاحي عليها وحطيها في المية، هيفرق جدا جدا معاكي. يلا انا كده خلصت معاكم ما شاء الله التنظيفات. فاضل حاجات بسيطة، فاضل لي مثلا سجاد الأوضة والنيش، هنعمله مع بعض ان شاء الله مع بعض، عشان خاطر تشوفي بقى الحلاوة والشياكة. وشوية تراب هقولك، يعني شارب تراب ده بالع تراب. النيش بقالي كتير ما عملتهوش، عشان كان عندنا آه كان ابن عمي الله يرحمه ويغفر له يا رب اللهم امين، كان تعبان. فانا ما حاولتش ان انا ولا افتحه ولا اعمله ولا اي حاجه، سبته كده وخلاص. هنا بدأت ان انا خلصت بقى، وقلت اما اخلي الارض كده تتهوى ومحدش ولا يروح ولا يجي فيها، فسبتها تتهوى كويس. وهنا بقى جينا انا وزوجي فطرنا. طبعا هو قاعد في الاوضه التانية. فطرنا فطار كده معتبر. كان جبنه بقى بخيار وبيض وعسل وطحينه وبصوا بس ما صورتوش معاكم. بس هنا كنت هو خلصت. وبدأت كمان اخش على الجنب التاني يا بنات. الجنب التاني دوت بيبقى هو الريسبشن ما شاء الله، عندي نصين، نص فيه النيش والبوفيه، والنص التاني فيه الانتريه. والله نفسي اودي النيش هناك عند عارفين، هتشوفوا برضو اخر الفيديو، كملوا الفيديو هتشوفوا برضو النظام اللي انا عاملاه بقى في الاخر. غيرت شويه، حاولي ان انت تجددي مثلا في الشقه بتاعتك. يعني مثلا انت معكيش مقدره ان انت تجيبي مفارش جديده، مش معاكي مقدره ان انت تجيبي اي حاجه مثلا كوشانات جديده، اللي هي غيارات يعني اللي بتاعت الكوشانات جديده.
معكيش مقدرة خلاص ما تزعليش خالص ولا تحزني ولا اي حاجة، ان الله مع الصابرين، وحوشي وان شاء الله تجيبي العيد الجاي، او في اي صيف، دخلت صيف دخلت شتا، فما تزعليش. ان شاء الله ربنا هيكرمك وهتجيبي، يعني هتجيبي يعني ايه، ان شاء الله لما ربنا يبقى ميسر معاك الحال هتجيبي تمام. فانتي حاولي تغيري في الديكور بقى، الريسبشن بتاعك، ديكور الانتريه، ديكور الركنه، تمام. بس هي الركنه ما فيهاش، يعني عايزه اقول لكم ما فيهاش تغيير، بس لو صغيره بتغيري فيها، لو هي كبيره مش هتعرفي تغيري فيها للاسف. فحاولي بقى تحوشي يا مرايا وتجيبي لك كوشنات جديده، تجيبي لك مفارش تحطيها بيضات جديده عليها، تغيري برضو الفرش بتاعها. فاللهم بارك يعني، ويرزقنا يا رب من حيث لا نحتسب. فاحنا هنلاقي ان شاء الله، ربنا هيجازينا خير وهنلاقي. بس عايزه اقول لكم بقى، بصوا انا كده خلصت بصوا يعني بدأت ان انا اشيل كل الرغوة، عملت برضو زي ما عملت في الاول، وبدأت ان انا اخلص كمان. عايزه اقول لكم كمان ان زي ما قلت لكم في الموب جايه لنا فوطين، فوطه للحيطه تخصصيها وحط، والفوطه التانية تخصصيها للارض. عايزه ارجع لكم للتجديدات يا بنات، كلام في التجديدات، يعني التجديدات زي ما قلت لك ما تزعليش، حاولي ان انتي بقى تغيري بقى ايه مكان الانتريه، شيلي الكرسي ده حطيه مكان الكنبه دي، الكنبه دي حطيها مكان الكرسي ده. فحاولي ان انتي تغيري، غيري، حطي الجزمه الناحيه التانية، حطي الجزمه كده. فحاولي تظبطي كده امورك وتغيري كده في شكل الريسبشن. الناس تيجي تقول ايه ده ايه ده ايه ده، انت ما شاء الله غيرتي الشكل الريسبشن كده ليه. فانتي حاولي تغيري من شكل الريسبشن، انتي هيبقى عندك طاقة وهتلاقي نفسك كده يعني مرتاحة. بالعكس هتلاقي ان انتي ما جبتيش حاجة جديدة، بس لاقيه نفسك عينك مرتاحة، حاجة جديدة بالنسبة لك، شكل جديد. فهتشوفي معايا اخر الفيديو، بجد بجد شكل حلو. بس عايزة برضو رأيكم، برضو قولولي. بس هنا يا بنات بدأت، بصوا الحيطة كلها فيها تراب، باعمل بقى بالصابون، وبعد كده باجيب برضو مية، لو عايزة تحطي فيها معطر يا سلام حطي فيها دوني بقى او فريدة، وظبطي بقى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بص انا بدأت يا بنات ان انا ان شاء الله هنتظم في الاستغفار. الاستغفار يعني بصوا ثوابه عظيم جدا، وبيحقق كل اللي نفسك فيه. فان شاء الله انا ان شاء الله استمر واقول لكم بقى ان شاء الله. يعني بصوا المعجزات اللي ان شاء الله من الاستغفار هتبقى كبيرة عند ربنا ان شاء الله. بصوا انا الحمد لله خلاص خلصت، وهخش بقى ايه اقول لكم على النظام الحلو. هنا تحت الباب يا بنات برضو بصوا، عشان الباب كل شوية بيتفتح طبعا، فتراب وعلى الحرف والكلام ده كله. بس كده يا بنات انا كده خلصت الحمد لله، اللهم بارك، اللهم دمها عليا صحة يا رب. بس وهعمل كمان ايه الارض كمان الجنب ده، ويبقى انا كده خلاص خلصت. عايزه اقولك بقى الموب ديت ما شاء الله اللهم بارك، خلتني اخلص الحيطه على طول، يعني ما شاء الله عليها حلوه جدا. عارفين كده زي التوفير، هي موفره لي بقى ايه مجهود، والله العظيم يا بنات موفره لي مجهود جامد. انا كنت بفضل رايحه جايه رايحه جايه، ان انا اشطف الفوطه وارجع تاني اروح اما دي بقى بصراحه كلها في جردل واحد. رغم ان انا بقى مثلا ايه ما بحطش ميه نظيفه في الجرد في النوع التاني، لا بروح اكب واملى ميه نظيفه تمام، عشان ما بعرفش ان انا اقيس الميه بالظبط، فاهميني. بس هنا خلصت الحمد لله، الارض هتنشف كمان، وهعلق كمان هنا الساعه، كان مكانها بقى ايه حواليها كده اسود مش عارفه ليه، لاني عشان محطوطه بقالها كتير. رجعتها مكانها كده، وشوفوا بقى الجمال والحلاوه. وعايزاكوا بقى تحطوا لي لايكات كده كتيره، وكملوا بقى
الحتة دي عشان تشوفوا ايه، وقولوا لي رأيكم في الكومنتات. مع السلامة، باي. جدا على نص الغسالة، بس عايزة اخد رأيكم. بصوا النظام دوت بالنسبة لي، يعني بصوا انا لسه شايلة الستاير طبعا زي ما شلتها معاكم في اول الفيديو، بغسلها اهو. بصوا النظام ده ايه رأيكم فيه؟ هنا هحط ممكن الترابيزة او اخليها عادي في النص لما افرش السجاد. انا السجاد وديته للدراي كلين برضو، شلته معاكم في اول الفيديو عشان خاطر ايه، عايزه اقول لكم وديته بقى عشان خاطر يتغسل غسله كويسه محترمه كده ويبقى زي الفل. اللهم بارك. هنا برضو ايه رايكم؟ بصوا النظام في الاخر اهو، هيبقى الستائر محطوطه من ورا وهيبقى المنظر شيك جدا وحلو. قولوا لي رايكم برضو في الكومنتات، كده احلى ولا الكراسي في الوش احسن؟ يلا مستنيه رايكم. مع السلامه، باي.